بدأ إدموند في إقامة علاقات مع كل من ريجان وجونوريل. أصبحت ريجان مهووسة بامتلاكه لدرجة أنها لا تهتم إذا فاز المتمردون أو خسروا المعركة، وكانت جونوريل ترسل لإدموند خطابات غرامية بيد خادمها أوزولد. كانت ريجان تجعل أوزولد يريها هذه الخطابات، وطلبت منه أن يقتل جلوستر إن رآه. حاول أوزولد فعلا قتل جلوستر، لكنه قتل على يد إدجار، ووجد معه خطوات جونوريل الغرامية لإدموند التي وعدته فيها بالتخلص من زوجها. تمكنت قوات إدموند من أسر لير وكورديليا، وأرسلهم إدموند إلى السجن، ثم أرسل رسولا يأمر بقتلهم. سلم إدجار الخطاب الذي وجده لألباني زوج جونوريل، وأظهر له استعداده لإثبات صحته. اتهم ألباني إدموند بالخيانة، وقال أنه سيثبت خيانة إدموند من خلال قتال 1 لواحد. وظهر فارس مجهول تطوع لمحاربة إدموند. فاز الفارس في